هتعمل ايه لو مشيت من بلدك ورحت بلد ما تعرفش فيها حد ولا حد هناك بيحبك وكله بينتقدك؟ تعالوا نعرف حكاية فيلمنا النهاردة في السريع. بيبدأ فيلمنا بأنور وشعلة، ودول اتنين متجوزين من عنصر النار، بيروحوا مدينة اسمها مدينة العناصر، واللي واضح فيها ان العنصر السائد هناك هو عنصر المية، وكل العناصر اللي هناك بتخاف من عنصر النار. وفضل أنور وشعلة يحاولوا مع أصحاب العقارات، لكن للأسف محدش قابلهم يعين أمهم عشان خايفين يحرقوا المكان، لحد ما لقوا مكان مهجور. قرر أنور إن يبنيه من أول وجديد مع شعلة مراته وبنته جمرة اللي لسه مولودة. ومع الأيام جمرة بتكبر ووالدها بيعلمها كل يوم حاجة جديدة عن قيمتهم في المدينة، وبيبني محل بيسميه محل النار، وبيوعدها انه في يوم من الايام المحل ده هيكون بتاعها. ومع الوقت المحل بتاعهم بيتعرف، وبيكون ده المحل الوحيد لعناصر النار في المدينة. وهي مع الوقت بتثبت انها مطيعة طول الوقت، وبتقول لكل زبون ان المحل ده في يوم من الايام هيكون بتاعها. وكانت مليانة حماس وهي صغيرة من ناحية المحل، لحد ما كبرت وقال لها جربي انك تبيعي، وهي اتحمست جدا. فزبوننا المرة دي عيل غيتت بيقول لها انا هاخد واحده والتانيه ببلاش. طب قشطه، هاخد اللي ببلاش. فجمرة فضلت تفهم فيه وهو ولا هنا، ومصمم على رأيه اللي طبعا ملوش أي لازمة. وفضلت جمرة تتمالك لهبها، بس ما قدرتش، ووصلت لمرحلة إنها انفجرت من العصبية. فجه باباها وأنقذ الموقف وقال لها تهدى، وأحيانا الزباين بتبقى سخيفة، فبعد كده تاخد نفس وترجع تتواصل عادي. وعدت سنين وهي بتحاول تمسك لهبها مع الزباين المستفزة، ولسه برضه باباها بينقذ المواقف اللي زي دي. وفجأة أنور تعب وما قدرش يكمل الشغل، فرهنته جمرة إنها توصل كل الطلبات أسرع منه. ودخلت فجأة على مامتها شعلة اللي بتقرا الطالع وبتعرف هل الكابل دول متوافقين ولا لأ. فلمت جمرة حاجتها بسرعة ومشيت عشان تخلص من كلام مامتها اللي زي كلام كل الأمهات نفسها تفرح بيها وتشوفها بتحب. وبتجري جمرة وبتوصل الطلبات لحد بالليل، بترجع بتلاقي الناس كلها مشيت ووالدها نام. وقال لها أنور بكرة أنا هاخد أجازة عشان تعبان، ولو اليوم عدى بسلام وقتها هتأكد إنك بقيتي قدها. وبدأت جمرة يومها اللي كان زحمة جدا، فبتكتم لهبها وبتجري عشان ما تنفجرش قدام الزباين. فانفجرت في المخزن، وفجأة الماسورة بتنفجر وبتتغرق مية. وفجأة بتلاقي واحد من عناصر المية واسمه وادي عمال يعيط على صورتها مع عيلتها، وواضح جدا انه شخص عيوطة من الدرجة الأولى. اداها مخالفة عشان هو مفتش عمومي، والماسورة دي مخالفة للشروط، وكده ممكن يقفلوا المكان كله. فجمرة بتتعصب وبتبقى عايزة تحرق الورق اللي معاه، فبيجري وبيبقى عايز يوصل لمجلس المدينة، وجمرة بتجري وراه لكن بتفشل وما لحقتش الباب قبل ما يتقفل. ففضلت تتكلم مع نفسها وبتقول انا هعمل ايه دلوقتي لو بابا عرف ان انا السبب، ده هيبقى نهار طين. فوادي بيسمعها وبيزعل عليها، فقال لها خلاص تعالي نروح للقاضي قبل ما يبعت الورق. فلما وصلوا هناك وادي فضل يقول للقاضي رجع لها الورق، دي غلبانه، دي بتجري على اكل عيشها وامور شحاته كده. فبتتعصب جمره ان بيحكي عن حياتها الخاصه، واللي هو يخرب بيت البرايفسي يا اخي. فالقاضي بيبعت الورق لما جمره فجرت له المكان. متهوره برضو جمره دي. المهم رجعت المحل ولقت والدها تحت بيحاول يوقف التسريب، وبتروح جمرة الوادي عشان تتكلم مع رئيسته في الشغل انها ما تقفلش المحل. فبيقول لها ان رئيسته في ماتش، فراحت جمرة معاه الماتش عشان تقابلها. فبتقابلها جمرة وبتقول لها على ظروفها، لكن الرئيسة بتزعق لها وبتقول لها خلي في دم، بتكلميني في الشغل وانا بتفرج على الماتش. فبيتخانقوا هما الاتنين وبيعندوا مع بعض. فوادي بيقول لهم استنوا لوتس هيخسر عشان مامته تعبانه. فبيقوم وادي وبيشجع لوتس عشان ما يخسرش، والجمهور كله استجاب معاه. وبتشوف جمرة قد ايه هو لطيف. عارفاه انا النظره دي، وماله طفاح الفراشات مش عيب. المهم لوتس بيكسب بسبب وادي، ووادي بيقنع الرئيسه بتاعته انها يتتبع مصدر التسريب من بيت جمرة، وبعدها هيكلم طاقم العمل عشان يصلحوا التسريب قبل يوم الجمعه. فبتطلع جمرة ووادي فوق بيت جمرة عشان تولع المنطاد ويطيروا سوا ويتبعوا المواسير. وهم في الطريق جمرة بتفتكر لما كانت صغيره وكانت عايزه تدخل الحديقه المركزيه عشان تشوف زهره الفيفستيريا، ودي زهره نادره جدا، بس للاسف بيمنعوهم من الدخول عشان كده هيكون خطر على الحديقه. وبعد سنين الحديقه حصل لها فيضان، وبكده جمرة عمرها ما هتشوف الفيفستيريا في حياتها كلها. واخيرا بيوصلوا للمصدر وبيلاقوا الابواب مكسوره فعلا، واول ما مركبه بتعدي المنطقه كلها بتتغرق ميه، وبيجروا بسرعه بعيد عن الفيضان. لكن اول ما بيعرفوا ان الفيضان ده هيروح لمدينه النار، جريت جمرة عشان تتصرف واستخدموا اكياس الرمل عشان تسد الحفره. فبيقول لها وادي ان الاكياس دي هتستحمل فتره صغيره لحد ما يلاقي طقم العمل عشان يصلحوها. وبعد ما بيخلصوا تصليحها بيقول لها وادي بقول لك ايه، ما نفسكيش كده تخرجي مع شاب مائي يا قمر انت؟ فقالت له انت شكلك كده مش هتهدى غير لما بابا يغليك صاحي. قال لها وماله برضه، ما كله لاجل عيونك يا جمر. ويا نهار تلزيق يا جدعان. وتاني يوم جمرة بتروح فعلا الميعاد بتاعهم، ويخرب بيت ثباتها على الموقف.
ووادي كالعاده اول ما شافها عيط. المهم راحوا السينما واتصوروا وخرجوا خروجه حلوه ما تتنسيش. فلما بترجع جمره بتلاقي انها مجرد ما بتفكر في وادي بتهدى وبتعرف تتعامل مع الزباين في المحل بحب وهدوء. الحب يا امير. وفضلت هي ووادي يخرجوا مع بعض كذا مره. وفجاه اكياس الميه ما استحملتش وفرقعت في متجر النار. فحاولت جمره ووالدها انور انهم ينقذوا اللهب الازرق لان ده مصدر قوتهم. فبتلاقي مندوب جايب لها ورد وبتتفاجئ ان وادي موجود في زهريه الورد دي. فبتاخد منه الورد وبتجري. فوادي بيقول لها ان طاقم العمل متعصبين منه عشان هو حبسهم بالجبس بالغلط ومش عارفين يجوا ولا يتصرفوا. وفجاه انور بيجي وبيلاقي وادي مع جمره فبيتعصب عليها وبيقول لها انت بوسي ملك الرحمه بتكلمي مائي. فبيتوتر وادي وبيقول له انه مفتش الطعام وجاي عشان يدوق الاكل. فبيعند معاه والد جمره وبيطلعه عشان ياكل اكلهم اللي كله نار. ويا عيني بياكل وادي من غير ما بيفتح بقه وهو بيبقلل من كتر الولع اللي جواه. فبيقول له على فكره طعمه هيبقى تحفه يا عم لو خففناه بحبه ميه حتى بس. فبيتعصب انور وبيشوف انه كده بيلمح ان المائيين عايزين يقضوا عليهم. فانور بيطرد وادي ومنعه من دخول المحل للابد. فبتخرج وراه جمره وبتقول له انها مش عارفه تعمل ايه وان كل ده بسببها. وفجاه بيلاقي وادي انها بتحول الرمل لازاز. فقال لها تعالي نقفل السد بالازاز ده. وقال لها انه هيسال الرئيسه بتاعته ده هيستحمل ولا لا. وبيقول لها انه فخور بيها. تاني يوم شعله مامة جمره بتروح وراها عشان قلقانه على المحل. وبتتفاجئ ان جمره بتوعد واحد بس مش عارفه هو مين. فوادي بيعرض على جمره انها تطلع وتتعرف على عيلته وفي نفس الوقت يستنوا رد الرئيسه بتاعته. وبتحاول مامتها تدخل وراها الفندق بس الحارس بيمنعها. وبتقعد جمره مع عيله وادي وكل واحد بيتكلم عن موهبته. وفجاه الابريق بتاع مامة وادي بيتكسر. فساعتها جمره صلحته ورجعته احلى من الاول كمان. وبعدها وادي بيقترح انهم يلعبوا لعبه العياط بعد العشاء. حتى في لعبهم بيعيطوا بيفكروني بواحده كده. فجمره بتقول له انها عمرها ما عيطت فلا يمكن تخسر. وفعلا معرفش يخليها تعيط لحد ما وادي بيعترف لها بمشاعره ناحيتها. فجمره بتعيط لان هي عارفه ان مستحيل يكونوا مع بعض بالرغم من مشاعرهم ناحيه بعض. لكن مدينه العناصر حتى قانون ان العناصر مش بتختلط. وبعدها بيجي لهم مكالمه من الرئيسه ومبسوطه قوي من اللي جمره عملته. وبعدها مامة وادي بتقول لها انها كلمت صاحبتها في مصنع الازاز وعايزه جمره معاها كمتدربه يعني. لكن جمره مشيت وهي متعصبه. فوادي بيستغرب فقالت له انها حست بالاحباط وانها تخذل والدها لو ما مسكتش المحل. وقالت له مش مهم اللي انا عايزاه المهم ان اضحي بحلمي عشان ابويا. وقال يعني البنت شمعة تحترق من اجل الاخرين. وهنا مامتها بتشوفها وبتتفاجئ انها بتقابل الشاب المائي. فجمره بتقول لها ده مجرد صديق. قالت لها انا شايفه الطالع وشامه ريحتك كلها حب. فبتاخدهم معاها البيت عشان تشوف التوافق. لكن وادي مش بيقدر يولع الماسه بنفسه. فبيقف قدام جمره وبيعمل كانه عدسه مكبره وبيولع الماسه بشعاع منه عن طريق جمره. فالدخان بيبين انهم متوافقين. فبيدخل انور وبيجري وادي ومش بتلحق شعله تقول النتيجه وانهم متوافقين. فبيقول لهم انور انه متحمس وانه هيقعد بعد يومين من الشغل وان جمره هي اللي هتدير المحل. وبيوريهم اليافطه الجديده واللي اسمها متجر نار جمره. وبيقول لهم ان لما هو وشعله مشوا من مدينه النار ادى لوالده القوس الكبير وده بيكون عباره عن درجه عاليه من الاحترام. لكن للاسف والده ما رجعلوش الاحترام لانه موافقش عليه وكان ضد قراره. لكن بيقول انور انه بالرغم من انه خسر عيلته الا انه متاكد انه اختار الاختيار الصح وهيعلن عن اليافطه الجديده في الافتتاح الكبير. فبتزعل جمره لما بتسمع المعاناه اللي عانوها اهلها عشان يوصلوا لهنا. فما كانتش عايزه تاذي مشاعرهم. فبتقطع علاقتها مع وادي. فوادي قال لها عايز بس اوريكي حاجه. فبيوديها للحديقه المركزيه ورئيسته في الشغل بتكون مستنياهم هناك. فقال لها انه هيخليها تشوف الفيفستيريا وبيعملوا لها فقاعه عشان تدخل جواها تحت الميه وتشوفها فعلا. وساعتها بتشوف جمره الزهور وهي بتفتح وبتكون طايره من الفرحه. فبيجروا بسرعه عشان الفقاعه قربت تفرقع واخيرا بيلحقوا ويخرجوا. فبيقترح عليهم وادي انهم يلمسوا بعض. فبترفض جمره وبتقول له لا ده ممنوع. فبيبداوا بلمسه بسيطه ولما بيلاقوا ان مفيش حاجه حصلت بيقربوا من بعض وبيرقصوا. بس فجاه بتجرحه جمره وبتقول له انها مش بتحبه وانها مش هتتخلى عن حاجه علشانه. وفجاه السور الازاز بيتكسر والفيضان بيملى المدينه وبتحاول جمره تنقذ اهلها. وهنا وادي بيقرر انه يسافر عشان ينسى جمره. لكن بيلاقي الفيضان وبيجري على بيت جمره عشان ينقذها. وفعلا بتنقذ جمره اهلها. لكن بتدخل المحل عشان تنقذ اللهب الازرق والباب على وشك انه ينهار. لكن بيدخل وادي وبيحاول ينقذها. فدخلت جمره عشان تعمل لوح ازاز تحمي بيه اللهب. لكن بتفشل والميه ملت المكان واتحبسوا في مكان مقفول. لكن وادي بيكون انقذ اللهب وبتفرح جمره قوي. بس بتتفاجئ انه كده هيتبخر بسبب شده الحراره. فبتحاول جمره تكسر الحيطه فبيمنعها وادي وبيقول لها انه مش ندمان على حبه ليها. وهي قالت له انا عارفه ان الوقت ده متاخر بس انا بحبك يا وادي. وبيحضنوا بعض ووادي بيتبخر. ولما بيلاقوا جمره لوحدها وبتقول لهم ان وادي مات. واخيرا بتتجرأ وبتقول لوالدها انها مش حلمها تمسك المحل وانها كانت هتعمل كده بس عشان ترضيه.
وانها كمان فشلت في ده. بس انور بيكبر بخاطرها وبيقول لها انا حلمي هو انت يا بنتي، وبيحضنوا بعض وبتقول له انها بتحب وادي جدا. وفجأة بيسمع وادي وهو بيعيط، وهنا بتعرف جمرة ان وادي لو عيط دموعها هتنزل وهيرجع يعيش من تاني. فبتحاول تقول له كلام حلو عشان يتأثر ويعيط، وفعلا بيرجع تاني وبيحضنوا بعض. وبعد فترة بيكون التلف اللي في المدينة اتصلح والمحل بيتفتح تاني، والمرة دي بيقبل بدخول كل العناصر. وجمرة ووادي بيسافروا عشان تشتغل بره الشغل اللي هي بتحبه، وانور وشعلة جابوا ناس تانية تمسك المحل وهم بيديروه. وقبل ما تركب جمرة بتقدم لوالدها الاحترام الكبير، فبيرده لها كموافقة على قرارها. وبتركب مع وادي السفينة وبتجهز لمغامرة جديدة. وبس كده بيكون خلصنا ملخصنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيلم جديد من افلام الخلاصة.